احتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط حفلا تكريميا لفائدة ثلة من النساء المغربيات من مختلف المجالات، وذلك ضمن فعاليات ليلة الوفاء لنساء متألقات من بلاد دورة 2026 الرامية إلى تثمين عطاء المرأة المغربية. محمد مراد خيطة، عمر أيت عيسى ومهدي كركش. حين يتجسد العرفان في أبهى حلله، يفتح المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط أبوابه ليحتضن حفل ليلة الوفاء، تقديرا للنخب النسائية اللواتي حملن مشعل التميز وواصلن مسيرة البناء بإرادة راسخة ليصبحن نبراسا يحتذى به في شتى المجالات. وما يزيد من رفعة وقيمة هذا الحفل وهو أنه يتماهى مع الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وما يبتغيه للمرأة المغربية بشكل خاص وللأسرة المغربية بشكل عام. هو تكريم واعتراف بمسار لجيل من الصحفيات العاملات في الإعلام العمومي تحديدا، وخاصة في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الجيل الذي تربى على الالتزام وعلى المصداقية والعطاء والاستمرارية في الحضور والمراقبة بشكل عملي. تكريم المرأة اليوم ليس مجرد احتفال، بل هو اعتراف مستحق بمسار طويل من العطاء والتضحية، وبقدرة المرأة المغربية المستمرة على التميز رغم التحديات اللي كتعرض لها. هذا الحفل تكريم لقامات نسائية تحولت تجاربهن إلى قصص نجاح تلهم الأجيال الصاعدة، ممثلات بذلك القوة الناعمة التي تغني الهوية الوطنية بالرصيد الفكري والإثراء الثقافي. هذا التكريم بالنسبة لي هو تشريف للمسار المهني، وسعيدة جدا كوني أتكرم اليوم رفقة باقة من نساء مميزات، نساء مناضلات. جد سعيدة اليوم بهذا التشريف ضمن المتألقات اليوم في مسرح محمد الخامس بالرباط، فرصة للتأكيد على المكانة القيمة للمرأة المغربية في المجتمع المغربي في جميع مجالاتها وتخصص عملها، تذكير أيضا لتثمين أيضا المكانة ديال المرأة داخل الأسرة المغربية وخارج الأسرة المغربية. نغمات الحفل وألحانه تحية فنية تليق بعطاء هؤلاء النساء، تجسد تنوع الروافد الإبداعية وتنثر أصداء الامتنان لمسيرات خلدت أثرها في المشهد الوطني.